لكل محبي قصص الأبطال، أهلاً بيكم. ريال مدريد، إسبانيا، روسيا، دورتموند، ألمانيا، إيطاليا، كل دي بلاد لعب فيها المغربي أشرف حكيمي وقضى فيها مواسم من غير أي مشاكل. بالعكس، ساب بصمته في كل مكان لحد صيف 2021، السنة اللي انتقل فيها أشرف لفرنسا، وبالضبط لنادي باريس سان جيرمان. ومن هنا بدأت المشاكل، خصوصاً مع الصحافة الفرنسية اللي كل مرة بيقولوا عليه كلام مختلف. يوم 21 فبراير في حفل جوائز ذا بيست بتاعة الفيفا، أشرف كان ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022. فرصة عظيمة لينا كمغاربة نفتخر أكتر بالبطل ده، بس من ناحية تانية كانت فرصة لبعض الجهات يطلقوا خبر قبل بداية الحفل بدقايق. الخبر ده كان ليه تأثير كبير على ملامح أشرف ونظراته، هي اللي خلتني أرجع بالزمن وأبدأ القصة من الأول. القصة بدأت سنة 1998، السنة اللي اتولد فيها أشرف في حتة قريبة من مدريد. القدر خلاه يتربى ويكبر في إسبانيا بدل المغرب، بعد ما والده وهو طالب من مدينة واتزم هاجر علشان يحسن وضعه. بعدها اتجوز من فاطمة، وصولها من القصر الكبير سنة 1992، وخلفوا 3 أولاد. اشتغلوا الاتنين علشان يوفروا لأولادهم كل اللي محتاجينه، رغم إن الوضع كان بسيط، بس بالإصرار ربوا أولادهم وكبروهم بأحسن حال. أشرف وهو صغير كان نشيط وحركي جداً، وده خلى والدته تدخله رياضة الجودو والسباحة، بس هو كان حلمه حاجة واحدة، يبقى لاعب كورة. دخل نادي كورة في الحي اسمه لا سويداد، وكان شرط والده الوحيد إنه يركز في دراسته. سنة واحدة بس كانت كفاية علشان يلمحوا مسؤولين ريال مدريد في بطولة صغيرة. عملوا معاه اختبارات ونجح فيها كلها، وفي 2006 انضم رسمياً لأكاديمية ريال مدريد. كان عنده 8 سنين، وأبوه حسن العاشق لريال مدريد كان دايماً بيروح معاه مسافة 50 كم يومياً. كان حلمهم المشترك إن أشرف يلعب في الفريق الأول. في البداية كان مهاجم ومعجب بكريم بنزيما، لكن بعدين غيروا مركزه لظهير أيمن بسبب سرعته الكبيرة. بقى بيتطور يوم عن يوم، وانضم للفريق الرديف لريال مدريد. وفي 2016 المدرب زين الدين زيدان قرر يديله فرصة في الاستعدادات الصيفية في أمريكا، ولعب مع نجوم كبار زي كريستيانو رونالدو، راموس وبنزيما، وشارك في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان. في 2017 بدأ يظهر مع الفريق الأول، كانت في تصفيات كأس العالم 2018، وسجل أول هدف دولي ضد مالي. الجميل في أشرف إنه دايماً بيقاتل لما يلبس تيشيرت المنتخب. جماهير المغرب كلها متفقة عليه، وشوفنا مستواه الرائع في كأس العالم في قطر. رغم الإصابة صبر وتقاتل وظهر بمستوى عالي، خصوصاً في ماتش كندا اللي خد فيه جايزة رجل المباراة. لكن للأسف بعد كل النجاح ده أشرف بيمر بفترة صعبة جداً بسبب تهمة اتوجهت ليه، ورغم إنه تأكدت براءته، هو عارف إن سواء بريء أو لأ هو متضرر في كل الحالات. صورته التسويقية ممكن تتأثر، وفي ناس بتحاول تشوه صورته وتدمر مسيرته، بس إن شاء الله الأمور تخلص على خير ويخرج بريء، والأهم يخرج بأقل خسائر. حالياً مفيش أي دليل ثابت ضده، محاميته أكدت إنه بريء، والضحية رافضة تعمل فحوصات طبية ونفسية، ولحد دلوقتي أشرف تحت المراقبة القضائية من غير صور إلكتروني، ومسموح له يسافر ويتحرك بحرية لحد ما القضاء يخلص تحقيقاته. هم ممكن يحاولوا يشوهوا صورته في العالم كله، لكن بالنسبة لنا كمغاربة أشرف يفضل واحد من أعظم اللعيبة اللي لبسوا تيشيرت المنتخب لكل محب قصص الأبطال. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وشكراً على دعمكم المستمر. كان معاكم منير، إلى اللقاء.